دي لفة متكلفة، لازم تكلفيها تركات وحركات وابداعاتك تظهر فيها عشان تاخدي صباع محشي ملفوف اللفة دي، وكمان الرزاية فيه تطلع مفلفلة كده ولونها احمر وردي بالشكل ده. يبقى تابعيني وتعالي يلا نشوف الفيديو هنعمل ايه النهاردة في محشي الكرنب. سموا الله وصلوا على الرسول ويلا بينا نشوف كرنبتنا النهاردة. جبت كرنبة صغيرة كده، ما لقيتش كبير لان جبتها بالليل. بصوا انا هشيل كده الورق اللي هو ايه الاخضر، واي ورقه مثلا مش حلوه هشيلها، يعني بشيلها كده. الورق اللي مش حلو هنشيله. لما بعملها كده واحده واحده الصراحه الميه مش بتلسعني، لكن لما بعملها مره واحده لسه هنزل حله كبيره وكده وبتلسعني وانا بقلبها. وانتي بتختاري الكرنبايه هاتي الكرنبه اللي تبقى ايه قلبها كده خفيف، ما تبقاش كبسه، لان الكرنب اللي بتبقى كبسه دي بيبقى ورقها يعني هيتعبك قوي في اللف. هي انا بالنسبه لي دي ورقها خفيف. للاسف ما لقيتش غيرها عند الراجل، كانت اخر واحده وكنت مكسله ان انا اروح عند حد تاني، كان بالليل متاخر وكده. بس دي شغاله حلوه معايا، يعني انا ما بعملش يعني كميه اكتر من كده. حله فيها ميه سخنه على النار، بتنزلي بمعلقه ملح، وهتنزلي بشويه كمون، بصي وانت بتسلقي الورق بتاع الكرنب ثواني، هو يدوب ثواني، يعني خليه حوالي 20 ثانية مش اكتر من كده، عشان هو بيكمل سلقه مع نفسه كده وهما محطوطين مرصوصين على بعض. خلي الورقة ما تبقاش متبهدلة معاكي في السلق. بصي اهي هو بيكمل سلقه كده وهو على بعضه. في حله الومنيوم، انا بحب خلطه المحشي اعملها في الحله الالومنيوم دي، حطيت فيها حوالي اكتر من نص كوبايه زيت يعني، وهنزل بالبصل. بس قبل ما انزل بالبصل انا ما بحطش مع الزيت سمنه، لا انا بحط حته دهن كده بقطعها، او ممكن اعملها ايه زي السمنه اسليها. فانا لسه جايبه الدهن ما سلتوش، فانا بقطعها كده. عايزه اقول لكم بتدي تيست عالي جدا وطعم حلو قوي في المحشي. دي كميه البصل اللي انا عاملاها حوالي يعني 5 بصلات. هنزل نزلت يعني حوالي اكتر من نص الكميه بحاجه بسيطه، يعني خليت الكميه دي معايا. هنركنها كده على جنب وهنشوف نعمل ايه بيها في الاخر. بحب اضرب واحده فلفل اخضر مع واحده فلفل احمر، برضو بيعلي لي الطعم هنا. خلي البصله تدبل ولونها يصفر، هي لسه انا طبعا حاطه لها ملح وانا بفرمها في الكبه، حاطه لها ملح قليل. هحط لها دلوقتي معلقه كمون، يعني نص معلقه او اوفر شويه او معلقه براحتك، يعني على حسب حبك انت للكمون. وهأجل بقيه التوابل شويه. البصل يعني دبل وبدأ يصفر. بصي بقى انا بالنسبه لي بحب احط يعني فص توم، فصين صغيرين كده توم، بحطهم كده قبل ما احط الطماطم.
خلاص انا وصلت للمرحله اللي هبتدي بقى احط فيها الصلصه اهو. البصل دبل واصفر المرحله دي، وهنزل بالصلصه. طبعا لو حابه، لو الطماطم عندك فاتحه وحابه تعززي اللون اكتر، انا بحط لها واحده فلفله حمراء. هحط هنا حوالي نص معلقه فلفل اسود مع الصلصه دلوقتي، وهسيبها تتسبك شويه. وصلنا لاول تركه في المحشي بتاعي واهمها، لانها بتفكرني بالمرحومه امي، معلقه القشطه. لازم انزل بمعلقه القشطه كده على الصلصه وهي بتتسبك، لما تكون خلاص يعني على وشك التسبيكه الاخيره، عشان تديني طعم الزبده البلدي. امي الله يرحمها واحنا في الصعيد كانت بتحط طبعا سمنه بلدي اللي هي الزبده، يعني قبل ما تسيح السمنه بتبقى زبده، فكانت بتحطها على المحشي. لازم المحشي ياخد زبده، كان بيخلي الريحه توصل لاخر الشارع واخر الطريق بتاعت البلد. بصوا في ثانيه ريحه الخلطه طلعت، تخديعه طلعت الريحه. الصلصه خدت طعم القشطه. بشيل كده معلقتين على جنب، بخليهم على جنب واقلب كده. هحط يعني حبه خضره صغيرين بس يخلوا التست اعلى كمان، يعني طعم الخضره في الصلصه برضو على النار كده شويه، تحميصه على النار، حاجه شويه صغيرين. هنا غسله حوالي 5 كوبايات رز، هنزل بيهم مع الصلصه. اديله تقليبه على النار لمده دقيقه عشان الرز لو فيه ميه تتشرب يعني مع الصلصه. نقلب حلو كده. لما بتحمصي الرز مع الخلطه بتاعه المحشي بتعزز لون الرز، بتخلي الرز يشرب لون الصلصه، وبيبقى كده مفلفل وحلو في جوه الورقه. فاكره حبه البصل اللي ركناهم على جنب؟ هنزل بيهم مع الرز كده. التركه التانيه بقى دي حوالي فصين توم بالظبط، فصين بالظبط فعلا، ومعاهم واحده فلفله كده يعني وسط، ولا حراقه ولا بارده، دقيتهم مع بعض وهنقلبها في الخلطه. بصي اعتبريها الدقه بتاعه الخلطه دي، بتعلي لك التست قوي. هنظبط الملح بنص معلقه ملح، لان انا كنت حاطه ملح لما فرمت البصل، نص معلقه بابريكا عشان تعزيز اللون، نص معلقه كمون، كنت حاطه كمون، معلقه كامله كزبره، ونص معلقه فلفل اسود عشان كنت حاطه. ماشي، هنقلب كله على بعضه. اهم حاجه في الخضره بالنسبه لي النعناع. انا جايبه حزمتين كزبره وحزمتين شبت وحزمتين بقدونس، كله هنزل بيهم. خلي الخضره دايما اخر حاجه، اهم حاجه النعناع الناشف، بلاش نعناع اخضر. لو حطيتي نعناع اخضر هيمرر الخلطه. تنسيش وانتي بتقلبي تحطي معلقتين زيت عشان يدينا لمعه كده في الرز ويخلي الرز مفلفل اكتر. هنقطع ورق الكرنب، انا بعملها كده وهشيل العود بتاعها وهركنه على جنب، وهلفها، يعني خلي بالك لو ورقه مقطوعه، وهلفها رول كده. بصي انا بقيس على صباع السبابه واقطع، يعني كده هقيس كده. عشان يبقى كله قد بعضه. هنعمل واحده تانية اهي. هنقطع العود بتاعها كده اهو. الورقه هنلفها رول
زي ما قلنا على صباع السبابه. انت بالويم بعد كده هتعرفي تعمليها. هنعمل كل الورق بنفس الطريقه. هنقطع العود وهنلفها رول. هنقطع على قد طول السبابه. انا خلاص يعني بعرف اقدرها. وهنعمل كل الكميه كده في نفس ذات الحله اللي عملنا فيها الخلطه. نزلت باللي هي العود او العصيان بتاعت المحشي، بطنتها بيها ومع بصل ومع وحدات فلفل. عندي هنا عشان الموبايل فصل شحن حبيت اعمل كام واحده لحد ما ما يشحن. طبعا الورق الاخضر ده انا ادمان فيه، فلازم اعمل حبه حلوين كده ليا اخضر وارصهم. انا رصيت الاخضر رصيته بالطول صف كامل. هرص بقى الصف التاني بالعرض. ورقه المحشي كده على قد الحجم اللي انا عايزاه يعني. بصي في النص كده بصباعك وهتلفي كده من غير ما تدوسي. ماشي. في اخر اللفه بقى دوسه خفيفه. صباع المحشي مش عليه ولا رزايه، هترصيه في الحله. اهم حاجه صباع المحشي ما يبقاش عليه رز. وخلي دايما الخلطه في النص عشان الرزايه وهي بتستوي بتزيد وهتوصل هي لوحدها تملى الصباع. دوسه خفيفه خالص. الاخضر اضغطي عليه ضغطه كامله عشان الاخضر ورقه دايما بيبقى لو انت بتحبي الاخضر يعني ورقه بيبقى جامد شويه عن الورق الفاتح. بصي انا بعرف ارص كده يعني، بعرف الف قصدي كده، ما تلزقوهوش جامد في بعضه عشان الشوربه تنزل فيه. اهم حاجه في المحشي هي طريقه تسويته. اول حاجه اهم الشوربه. انا هعمله بشوربه فراخ، لازم تكون يعني بتغلي كده. وهنزل بالتركه دي اللي هي الصلصه اللي احنا خدناها، المعلقتين اللي خدناهم على جنب، هحطها في الشوربه. عايزه اللون بتاعها يبقى احمر خالص. لو انتي بتحبي مرقه الدجاج حطي مرقه دجاج، لو عايزه تعززي الطعم اكتر للمحشي. انا عندي دي شوربه فراخ فانا مش محتاجه لمرقه الدجاج. وحطيت حوالي معلقتين 3 زيت، مش اكتر من كده، على معلقه سمنه، مش اكتر من كده، لان الخلطه كده كده فيها كل حاجاتها. انا بعمل تلت الحله شوربه. ازاي يعني؟ ادي مغرفه، ادي 2 يعني مش بوصل لحد اخر صف. ادي 3، ادي 4، 5. واهز الحله كده يعني انا عايزاها يعني حطيت حوالي تلت. ماشي. هزيت الحله كده. احط بقى معلقتين تاني. انا عامله رصه المحشي صف بالطول وصف بالعرض. بس كده، مش هحط شوربه تاني. يتشرب الشوربه، هحسها انها اتشربت وههدي عليها خالص. وادي الورق الاخضر هقفل كده. هغطي كده على طول واسيبها شويه على نار عاليه، يعني اول ما احس ان الشوربه بدات تتشرب. وبعد كده ههدي النار خالص واسيبه نص ساعه او ساعه الا ربع. وادي احلى حله محشي خلصناها. هننزل بقى بيها في الطبق. مفيش احلى من كده. بسم الله. هو المحشي لازم يبقى يدلق كده. الله اكبر، الله اكبر. شايفين الصوابع؟ اللهم بارك، اللهم بارك. هحط تاني بقى.
ايه رأيكم؟ سخن بصي، موهوج اهو. الله اكبر. صباعي المحشي بتاعي، اللهم صل على النبي. لفة صباع المحشي دي لفة متكلفة، لازم تكوني مكلفاها تركات وحركات وابداعات كده جميلة من ايدك يا ست الكل، عشان توصلي لحباية الرز اللي طالعة مفلفلة دي باللون الحلو الاحمر الوردي ده. لازم تكوني مكلفاها التكلفة الصح اللي هي ايه، تركاتك وحركاتك. وعشان تاكلي حبة محشي حلوين لازم يكون معاهم طبق شوربة كده محترم، شوربة فراخ مع طبق مخلل الخيار، وطبق ليمون. انا مخليلاه كده ليمون سريع كده في البيت، ممكن تاكليه في خلال يومين، ومع الفراخ بتاعتنا. وبكده هنكون وصلنا لنهاية الفيديو. متنسيش الاشتراك وتفعيل الجرس واللايك الحلو من ايدك عشان يوصلك كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من خلطة زوز.